إذا بغيت تغير زاويتك في التفكير راك في المكان الصح. زاوية اليوم، علاش يولي الغضب هو اللي يتحكم فينا؟ على بالي باللي في حياتنا كاع تلاقينا بإنسان يغضب بزاف وبسرعة مع أي موقف مهما كان صغير وما يستاهلش أصلا. بصح هو أول حاجة يديرها دايما هي يرد بالغضب وبقوة، حتى وإن كان هذا الموقف عبارة عن مزاح ولا خطأ غير مقصود. ممكن أي واحد فينا طاح في هذا الموقف، وعلى هادي بغيت نفهمكم باللي ماشي لازم كل المواقف نتعاملوا معاها بالغضب. علاش؟ لا خاطرش الغضب يخلينا نوصلوا إلى كوارث كبيرة ونتائج سلبية. وإذا انت كان رد فعلك على كل المواقف مهما كان نوع الموقف هو الغضب، هنا نقول لك حذاري ثم حذاري، لأنه مع الوقت هذا الغضب غادي يولي هو اللي يتحكم فيك، وانت غادي تفقد السيطرة عليه، ويولي مخك ما يفكرش في رد إيجابي واحد آخر، ويبقى الغضب هو الرد الوحيد واللي قادر يديك للهاوية وتخسر علاقتك مع الناس ومع نفسك، وتخسر راحتك النفسية وصحتك. قولوا لي في التعليقات شكون فيكم فات على هذا الموقف، كيفاش تعاملتوا معه؟